السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أن اليوم نلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنوجدوا معكم واحد الحرشة رائعة جدًا، كتجي هشيشة والمذاق ديالها رائع وكتجي مرملة بلا يعني دقيق السميد، ما فيهاش الحليب، ما فيهاش البيض، راه كتجي رائعة جدًا وكتجي بنينة. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. غادي نحتاجو نصف كيلو دقيق الفينو اللي دقيق القمح الصلب، حنا كنقولوا له دقيق الفينو بالنسبة اللي ما عرفوش. كنضيف الملح حسب الذوق، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات وملعقة صغيرة خميرة حبيبات. كنخلطوا النواشف هي الأولى، ومن بعد كنضيفوا ملعقة كبيرة ديال العسل. تقدروا تضيفوا 2 معالق اللي كيبغي الحلاوة، 2 معالق ديال العسل. الدور ديال العسل أنه كيعطيها هذيك الهشاشة وكيعطيها هذاك اللون ديال اللي كيجي محمّر، كتكون محمرة، كيجي اللون ديالها رائع جدًا. ومن بعد كنضيفوا الزيت شيئًا فشيئًا حتى كترمل لينا. هنا غنحيد الملعقة ونبسبسها باليد ديالي، هنا ضروري غنستخدموا يدينا باش كنبسبسوها كتولي لنا على شكل سميد. من بعد ما كنبسبسوها كنقصوا واحد شوية في شي زلافة، لأننا غنستعملوه غنرشوه في المقلاة. هادي غادي نطيبوها فوق البوطة ماشي في الفرن، ومن بعد كنبداو نضيفو الماء شيئًا فشيئًا حتى كتجمع لينا العجين. أنا درت هنايا تقريبا 2 كيسان ونصف من الماء. إذا ضفت الكاس الأول والكاس الثاني وتقريبا الكاس الثالث ضربت منه خليت فيه تقريبا غير ربع. العجينة خاصها تكون خفيفة وكنجمعو غير برؤوس الأصابع ما كنعجنوهاش، إلا عجنتوها غادي تولي لكم على شكل خبزة وغادي تجي مدقصة وغتجي بحال الخبز. يعني كنجمعوها غير برؤوس الأصابع، ما كنعجنوهاش وما كندلكوهاش. إذا غير بينو ما تجمعات لينا هكذايا كنبداو نضيفو الماء غير بشوية. القوام ديالها راه كيكون خفيف، ما كتجيش سائلة وما كتجيش قاصحة، وكنخليوها ترتاح واحد يعني 3 ديال الدقايق. من بعد كناخدو واحد المقلاة ما كتكونش كتلصق. إلا درتو المقلاة ثقيلة ممكن أنكم دهنوها بشوية ديال الزيت وترشوا فوق منها هاد دقيق الفينو اللي سمدناه. إذا هنايا درت مقلاة ما كتلصقش ورشيت دقيق الفينو اللي درت في الكاس قبيلات، ومن بعد قرصتها. هنايا كنقرصوها وهي في المقلاة كتكون باردة. إذا نقرصوها مزيان وكنقادو ليها الجوانب وسيرتو من الوسط، وكنتكوها بواحد الكوردون باش ما كتنفخش. ممكن أنها منين كتبدا طيب أو ملي كتشوفوها كتنفخ كتحطوا فوق منها شي طبسيل ولا شي غطا اللي يكون شوية ثقيل باش يعني ما كتفرقش، كتبقى مزيانة. إذا كنقادوها من الجوانب وكنقصوا النار على الآخر، كنقصوها كتكون النار مهيلة جدًا، وكنحطوا المقلاة فوق منها وكنخليوها كطيب على خاطرها حتى كتحمر لينا من التحت مزيان. ومن بعد كنقلبوها كندهنوا تاني من الفوق يعني بالسميدة أو الفينو اللي درنا قبيلة، وكنقلبوها وكنخليها حتى كطيب يعني من الجهة الأخرى على خاطرها. هذه هي النتيجة النهائية. شوفوا الشكل ديالها كيجي مقاد ودائري، كتجي محمرة مزيان. شفتوها؟ هذيك القوام عطاني في هذيك المقلاة عطاوني 2 ديال الحرشات. راه ما نقولش لكم المذاق ديالها كيفاش كيجي المذاق ديالها رائع جدا، وكتجي هشيشه وكتجي محمره وكتجي بنينه، كتجي رائعه مع واحد البراد ديال اتاي مشحر ومن نعناع وفيه الشيبه. راه كتجي رائعه جدا. ممكن انكم تدهنوها بالعسل، ديروا الفخوماج، ديروا العسل اللي حبيتو باش دوزوها يعني دوزوها به. إذا هذا هو القوام ديالها. كنتمنى أن الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. خليو لي التعاليق ديالكم باش نعرف الآراء ديالكم، ومرحبا بكم في أي وقت، وإلى اللقاء في حلقة أخرى ووصفة أخرى. مع السلامة.